هذه الهوية المغربية الحاضرة إلى زمنكم هذا. لكن في هذا الزمن بدأت تتعالى أصوات تريد تغيير هذه الهوية. أشمجة فين ما تغيرتوا يا المغاربة، شيعة مرحبا، ملحدون مرحبا، المهم الهوية تغير. فصارت تتعالى أصوات بالكلام في أشياء لم يكن تنتطح فيها الأعنوز. لسنا الآن ليست أصوات تتعالى في مسائل خلافية، لا هذه يجوز أم لا يجوز هذه، لا، مسائل لم يكن الناس يتحدثون فيها، عجائز الناظور عارفينها قياسا على عجائز نيسابور، والآن فيها الكلام. أجياسي في الحقيقة يجب أن نعيد النظر في الإرث ليكون للذكر مثل الأنثى. منذ متى كان الناس تتكلم في هذا الشيء؟ منذ متى كان الإناث لما قالوا الإناث أجا سيدي رحنا ما عجبناش الحال وبغينا نبقى أنا وخويا بحال وبالعكس أنا كاع كنت تنتهلا با أكثر من خويا مسخوط ما با يدايع عليه، ومني ما تبا خويا ياخذ جوج حقوق وناخذ حق، لا أنا خصني ناخذ 3 الحقوق كاع خويا ما ياخذ والو. متى كان هذا الكلام يذكر؟ ما كان آباؤنا الذين انحدرنا من أصلابهم يظنون، يقع في خلدهم أن في المغرب ربما يتعالى هذا الصوت الذي يريد أن يقسم الكتاب في ظهره، ما يجيكش الأطراف كما قال الأول لما بدأت الأندلس تسقط، قام صاح شاعر قال يا أهل أندلس هبوا مطيكم فما المقام بها إلا من الغلط، فالثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط. إلى تقبض الجلابة من جليلها تتعالج، غادي تتنيها، غادي تفورجها، غادي تغدى باش تلبسها، تقبض لك من هنا من الوسط، شو دير فيها؟ غتلوحها. هكذا ثوب الجزيرة نسل من الوسط، هكذا هؤلاء يصنعون. علاش غادي نبقاو حنا نتعطلوا اجي نجيو نيشان؟ الطلاق 3 المرات من جابوها؟ الزنا هذا ماشي زنا، هذه حلال، هذه حلال. أمور ما أظن أن إبليس كان يقول أنا خصني نرمي بين هذا الأقدام. لكن هذه الأصوات لا يطفئها إلا طلبة العلم، ويطفئونها بالعلم ويردونها بالعلم ويدفعونها بالعلم المتين، بالأخذ القوي. هذا الأخذ الهلهل هذا ضره أكثر من نفعه. المتهلهل في الطلبة، المتهلهل مترهل منين ما شديتيه تيطرخالك من شي جهة ما واقفش، هذاك ما يدافعش عن الإسلام. حسن الدفاع عن الإسلام هو يدخل سوق راسه يتفرق مع الإسلام، هذا هو دفاع عليه، لأنك ستدافع عنه فتضره أكثر من ذاك العدو الحريص على الهدم. فعلك أنت سيهدم أكثر. فلذلك أقول لكم هذه الأصوات تتعالى، والمشكل أنه قل من يرد عليها، بل صارت تستنكر لكثرة ما اعتادت أن تقول فلا يقال لها، صارت تستنكر إن قالت فقيل لها. كتعجب كيفاش انت تجاوبني انا تنقول المراه خصها يطلق. يا سيدي المراه تطلق اش فيها؟ والمراه ماشي ضروري مؤسسه الزواج، ماشي ضروري، والمراه حتى هي اللي تجيب الولد من الزنا ما تسماش زانيه وحتى هي يكون عندها الحق. وإلا قلتي لي هذا الشيء حرام نقول لك شكون انت وليتي تهضر معايا، ياك انت ديما كيساكت انا تنقول وانت ساكت. لا دابا حتى انا بغيت نقول وعندي ما نقول، وبجهد الله غادي نسكتك بالعلم يا اخواني، ما بالدبيز، ما بالدرع، بالادب وبالصواب. داك السم البارد ديالك هو العلم، هو العلم.